ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ لو اول مرة تتابعيني انا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو، لايك وشير للفيديو لو عجبك والاشتراك الجميل في قناتي. وتعالوا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. هنعمل كفتة السوداني. يعني ايه كفتة السوداني؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في الفيديو، بس يا ريت تعملوا نفس اللي انا هعمله ده بالظبط لان اكيد الوصفة دي هتعجبكم جدا. هنجيب ب15 جنيه سوداني، يعني حوالي ربع كيلو أو أقل، حاجة بسيطة جدًا. هنبدأ إن إحنا نحمّصهم كويس. إحنا هنجيبه طبعًا أبيض من عند العطار. هنبدأ إن إحنا بقى إيه، اللي هو طري يعني، هنبدأ إن إحنا نحمّصه بقى في البيت كده في طاسة. أنا حمّصته لدرجة إن أنا اتوصّيت بيه أوي، فكام واحدة كده اتلسعوا مني بس مش هتفرق في الطعم خالص. هنبدأ بقى إن إحنا بعد ما نحمّصهم كويس جدًا، هابدأ إن أنا أضربهم في الكبة، أطحنهم جامد، يعني اتوصّي وهاتي آخرهم خالص في الطحن، تمام. فأنا كده خلاص طحنته كويس على قد ما أقدر أكتر من مرّة يعني. وبعد كده هابدأ أجيب بولة بقى غويطة وهابدأ أضيف فيها السوداني. وبعد كده هابدأ في نفس الكبة، مش هاغسلها، في نفس الكبة هابدأ إن أنا أجيب البسكوت السادة. جِبت ب10 جنيه بسكوت سادة، يعني الباكو ب5 جنيه. أي نوع بسكوت سادة تفضّليه. تمام. أنا جِبت النوع ده، هابدأ إن أنا أطحنه، طحنته على مرتين طبعًا عشان إيه، الكَبّة صغيرة شوية. بدأت إن أنا أطحنه، أضيفه بقى على السوداني، وده تاني باكو. تمام. بعد خلاص ما طحنته، هابدأ بقى إن أنا أضيف الكمية كلها على السوداني، وبعد كده هابدأ إن أنا كده بقى هنبدأ بعد ما طحناهم نضيف عليهم معلقتين عسل أبيض. وهنضيف يعني حوالي تِلت كوباية سمنة أو زيت أو زبدة، المتاح عندِك. بس أنا بعد ما عملت الوصفة ديّة اتضح لي إن أنتِ لو حبيتِ تعمليه بزيت يكون أخف كمان، لإن طبعًا السوداني بيبقى فيه كمية زيت طبعًا كبيرة، فلمّا تضيفي زيت على الزبدة أو سمنة فطبعًا الموضوع بيبقى تقيل معاكِ أوي، الطعم بيبقى تقيل أوي، فإحنا يُفضّل إن إحنا يا نعمل بزبدة يا نعمل بزيت، تمام. فأنا الكمية دي عشان كانت كبيرة يعني ما شاء الله يعني ب25 جنيه بس، عملت كمية كبيرة. فهابدأ إن أنا أستعين بإيدي بقى كده وأقلِّب لحد ما تبقى معانا عجينة بالشكل ده. الكمية دي خدت منّي بالضبط نُص ربع كوباية عسل أبيض، ونُص كوباية زبدة متسيّحة، فاهمين؟ يعني زبدة سايحة. هابدأ بقى إن أنا أكوّرها، هاجيب عصاية الشيش طاووق وهابدأ إن أنا أكوّرها كده أو أصبّعها كده زي الكفتة بالضبط. من هنا بقى جه اسم إيه، كفتة السوداني. أنا مش قادرة أوصف لكم الطعم لحد دلوقتي عامل إزاي، بجد طعمها اللي هو الmix بالسوداني بالبسكوت، طبعًا العسل الأبيض مخلّي طعم البتاعة دي خرافة. فتعالوا بقى أورّيكم بعد ما خلّصت الكمية كلّها، هابدأ بقى إن أنا إيه، أسيبها في الفريزر أو في التلاجة 10 دقايق كده على ما أبدأ أجهّز صوص الشوكولاتة. هنا معايا شوكولاتة خام، أي نوع تفضّليه، شوكولاتة بقى دارك، شوكولاتة أي نوع بتحبيه يعني. أنا استعملت كوفرتينا. هابدأ إن أنا أسيّحها في الميكروويف. وهنا كان عندي شوكولاتة سايحة، بدأت إن أنا أضيف الاتنين على بعض. كانت عندي يعني من كام يوم كده عيناها في التلاجة، فقُلت أضيف الاتنين على بعض عشان أنا عايزة أحطهم في حاجة غويطة زي دي كده، عشان خاطر لمّا آجي أنزّل فيها الشوكولاتة تبقى إيه، يعني طايلاها كلّها. هنا بقى قُلت أضيف كمان تَكّة، اللي هو جِبت شوية سوداني مجروش كده، بدأت إن أنا أحطه زي ما أنتم شايفين كده. بدأت إن أنا أحطه في الشوكولاتة. وبعد كده هابدأ بقى أجيب ال الكفتة معانا، كفتة السوداني أجيبها من الفريزر. وبعد كده طبعًا هي متماسكة جدًا، هابدأ بقى إن أنا أحطها في الشوكولاتة وإيه، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وأحطها طبعًا على ورق زبدة. هابدأ بقى إن أنا يعني أشكّلها بقى بالشكل ده. طبعًا هنا السوداني عشان مجروش أوي مش باين جدًا على الكفتة يعني. فأنا هابدأ إن أنا في الآخر خالص هابدأ إن أنا أزيّنها بأي نوع زينة عندي، ما فيش خلاص استكفي بده، ما فيش أي مشكلة. هابدأ بقى إن أنا أصبّعها بالشكل ده، سوري، أحطها في الشوكولاتة. الشوكولاتة هنا كانت تقيلة شوية، مش هتفرق على فكرة، كان طعمها حلو جدًا، جدًا، كانت يعني مركّزة أوي.
هابدأ إن أنا أصبّع بالشكل ده وأنزّل كل الزيادات اللي فيها، وبعد كده هاسيبها في الفريزر ترتاح 10 دقايق كمان لحد ما تمسك، وبعد ما طلّعتها رشّيت عليها أي نوع تزيين عندي، وده كان الشكل النهائي ليها. أنا مش قادرة أوصف لكم طعمها قد إيه جميل، جميل جدًا بجد نفسي تجرّبوه أوي وإن شاء الله هتعجبكم. لو أول مرّة تتابعيني أتمنى لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة، مستنية بقى أعرف تعليقاتكم على الوصفة الجميلة دي وبألف هنا.